السلام عليكم اخواتي. جيت لكم اليوم صينيه دجاج على شكل بايله بالسيقان ديال الدجاج محمرين في الفران، كيجيو هائلين ولذاذ. بقاو معايا تشوفوا طريقه التحضير. غنجيب هنايا واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها الماء والملحه ونردها تغلى على البوطه. ثم غادي نجيب الخضره ديالي اللي هي الجزر والفلفله حمراء وصفراء والدنجال. غادي نقطع الجزر على هذا الشكل هذا. ملي غلات ليا الماء غادي نضيف له الرز، غادي يتسلق نص سلقه، وغادي نضيف ليه جلبانه ونخليه مع شويه ديال الملحه، ونقطع القزبر والمعدنوس. وغادي نجيب واحد البصله خضريه، غادي نقطعها حتى هي مكعبات رقاق. غادي نجيب واحد الطنجره غادي ندير فيها هذيك البصله، وغادي نزيد نص كاس ديال الزيت مخلط، زيت العود وزيت المائده. والعطريه غادي ندير نصف العطريه. عندي هنايا الفلفل الاسود والكركم والبابريكا والثومه، عندي زوج فصوص كبارين ديال الثومه محكوكه، غندير غير النص، والزنجبيل والكمون والملح. الكميه اللي بقات لي العطريه هي باش غادي نشرمل الدجاج. هنا عندي الخضيره المطيشه سوريز وفليفلات والدنجال. غادي نخلي ديك البصله تشحر واحد 2 دقائق، وغادي نضيف ليها الخضره اللي عندي حتى هي غتشحر غير واحد 2 دقائق اخرى. وغادي نمرقها بنص كاس ديال الماء طايب، وغادي نغطي عليها ونخليها طيب حتى هي نص طيبه. هنا غادي نجيب هاد السيقان ديال الدجاج، غادي نرقدهم في الماء والخل والملح واحد 10 ديال الدقائق قبل ما نستعملهم. من بعد ما ترقدوا غادي نضيف لهم العطريه اللي بقات ليا، وغادي نشرملهم. وهنا غادي نضيف لهم شويه ديال الزعتر، غنحكو غير بيديا حتى هو كيعطي واحد النسمه رائعه مع الدجاج. غادي نضيف غنعصر عليهم واحد 4 ديال الحامضه، وغادي نضيف داك القزبر والمعدنوس. غادي نزيد هنايا واحد 4 كاس ديال الماء وشويه ديال الزيت، تقريبا معلقه كبيره. وغادي نبدا نخلط معاهم ديك الشرموله حتى تدخل فيهم مزيان. هنا هاد السيقان راني فلحتهم بالموس باش تدخل فيهم العطريه مزيان ويجيو متشربين ولاد. غادي نمشي نقلب الخضيره ديالي، هنايا راه طابت نص طيبه. غادي نضيف لها الرز اللي حتى هو طاب نص طيبه، وغادي نخلطو معاه مزيان. ثم غادي نجيب الصينيه ديال الفران، غادي نفرغ فيها هذيك الخضره وداك الرز. هنا كتجي بحال البايله، كتجي رائعه هاد الوصفه اخواتي. كتجي توجدوها في رمضان ان شاء الله، اما في الفطور او في السحور. كتجي خفيفه ولذيذه واقتصاديه. غادي نضيف هنايا واحد المعلقه ديال الزبده طريفات. ثم غادي نجيب دوك السيقان اللي هما مشرملين، غادي نجيب واحد الشبكه على هذا الشكل هذا، وغادي نحطها فوق الطاوه اللي غادي ندخل، وغادي نستف فيها هاد السيقان هادو. غادي نكون مشعله الفران على درجه حراره 180، وغادي ندخلها للفران على هذا الشكل هذا. ثم غادي نغطيها من الفوق بابي الومنيوم باش يدخل معهم الطياب مزيان. كما كتشوفوا راني قلبتهم الطياب بداو كيطيبوا. هنايا راه الدجاج طاب مزيان وتحمر. كنكملوا
بعد ما دهنتو بشويه ديال ان شاء الله دابا صوص صوجا وشويه ديال الزبده والفلفله حمراء، كيعطي واحد اللذه كتجي رائعه بحال الدجاج ديال كنتاكي. هنايا الصينيه ديالي ديال الرز طابت، غادي نجيب واحد القالب على هذا الشكل هذا، وغادي ندير فيه شويه ديال الرز، وغادي نضغط عليه باش يعطيني هذا الشكل هذا، وغادي نزينو بواحد طوماط سوريز وشويه ديال الربيع، ثم غادي نحط الفخيدات على حسب الرغبه ديال اي واحد، كل واحد والصحن ديالو كتجي كتحمق. راه ممكن تحطوا صينيه كامله، لكن انا كنوريكم كيفاش دريسيوه في الطبسيل للفرد. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع وكيشهي ولذيذ وصحي في نفس الوقت، والطياب داخلو مزيان، كيجي طري بزاف. كنصحكم اخواتي تجربوا هاد الوصفه هذه، وإلا عجباتكم تخليوا لي التعاليق ديالكم الغزالين. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.